ولادي من ساعه ما جربوا طريقه البطاطا دي وهي بقت ادمان بالنسبه لهم. هنجيب معانا البطاطا وننقعها طبعا في الميه ونغسلها كويس جدا مره واثنين وثلاثه. انا بحب اشيل الاطراف معايا بالشكل ده. وهجيب دلوقتي كده معايا كيس حراري هنحط فيه البطاطا بتاعتنا، بس اهم نقطه ما نحطهاش على بعضها، يعني نحطها كده جنب بعضها على حسب بقى الكميه اللي انت هتستخدميها. انا حبيت استخدم النهارده المقاس الكبير عشان اعرفكم ان حتى لو مقاسها كبير برده هتطلع معاكي زي الزبده، حلوه جدا جدا. كميه البطاطا بتاعتنا بالشكل ده. ودلوقتي هنجهز كده معانا ربع كوبايه من الميه، عليها كده معلقتين كبار من السكر ومعلقه صغيره كده من الكاكاو الخام، وهتاكلي احلى بطاطا بجد. هقلبهم كويس جدا مع بعض، وهبدا احط كده الخليط بتاعي كده على البطاطا. وهنقفل دلوقتي كده معانا الكيس الحراري ومن غير ولا نقطه ميه. كل اللي هنعمله ان احنا هنعمل فتحتين بس في الكيس، وهندخلها على فرن ساخن جدا، يعني نكون مسخناه قبلها اقل حاجه بربع ساعه، واعلى درجه عندك في الفرن. هتطلع بالجمال اللي هتشوفيه معايا ده. شايفين شكل البطاطا؟ عايزه اقول لكم زبده، رغم ما شاء الله حجمها كبير، بس ما شاء الله حاجه كده تحفه. والصوص اللي معاها بقى حاجه كده وهم بجد. هنقطعها معانا شرايح بالشكل ده، وناخد من الصوص اللي نزل منها ونبدا كده نحطه عليها، وهتاكلوا احلى بطاطا حلوه جدا جدا. دي كده اول طريقه معانا، واوريكم برده الطريقه الثانيه اسهل واسرع بكتير، من غير فرن ومن غير كيس حراري ومن غير ورق كمان. شايفين ما شاء الله شكل البطاطا؟ عايزه اقول لكم زبده، طعمها بجد وهم حلو جدا جدا فوق ما تتخيلوا. ان شاء الله لما تجربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. نشوف بقى الطريقه الثانيه مع بعض هنعملها ازاي. جبت برده البطاطا معايا وبدات اقطعها شرايح بالشكل ده، تمام جدا. طبعا السمك ده يعني زي ما انتم شايفين كده السمك متوسط. هنقطع الكميه بتاعتنا كلها كده بنفس الطريقه، وبعد كده نشوف الخطوه اللي احنا هنعملها مع بعض. كده خلاص دي الكميه بتاعتي تمام. هنبدا دلوقتي نجيب معانا كده بقى صينيه على النار، وهنحط دلوقتي فيها كده مكعب كبير من الزبده. هيبدا الزبده تسيح معايا، وهبدا انزل كده عليها بمعلقتين كبار من السكر، وهبدا اقلب السكر ده لحد السكر ده ما يتكرمل معايا. واوريكم دلوقتي لونه كده هيقلب للون العسلي. هشوفوا شكله معايا دلوقتي هيكون عامل ازاي. عايزه اقول لكم طعمها حلو جدا جدا، بس يا ريت لما تعملوها ما تعملوش كميه كبيره، لان الصراحه بتكون دسمه شويه. تمام. فانا كده خلاص السكر بدا يتكرمل معايا تمام، وهبدا ارص البطاطا بتاعتي. هرص بقى الكميه بتاعتي كلها بنفس الطريقه زي ما انتم شايفين كده، وهنبدا كده يا دوب تاخد لون نقلبها على الجهه الثانيه، يا دوب تاخد كده لسعه وتاخد طعم الكرمله بتاعت السكر. شايفين شكلها ما شاء الله. هنقلب كده كل البطاطا معانا بالشكل ده، وهنحط لها كده رشه من القرفه، ودي اختياري يعني ممكن تستغني عنها. الناس اللي ما بتحبش القرفه مفيش مشكله خالص، استغني عن الخطوه دي، لكن القرفه بتدي لها نكهه حلوه جدا جدا. كده خلاص هي اتكرملت معايا تمام. شايفين لونها ما شاء الله مفيش احلى ولا اجمل من كده. وريحتها بقى عايزه اقول لكم كده حاجه كده خطيره بجد. هزود كده عليها بس كوبايه من الميه، تمام. وهنبدا نغطيها مع بعض ونسيبها كده على نار هاديه تبدا تشرب كوبايه الميه اللي انا زودتها دي لحد ما تستوي معايا وتكون بالجمال ده. شايفين شكلها ما شاء الله؟ عايزه اقول لكم بقى لونها وريحتها وطعمها تحفه بجد. جربوها متاكده تعجبكم جدا. زبده مش بطاطا والله. شايفين جمالها؟ الطريقتين احلى من بعض. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدت منه. يا ريت طبعا لو عجبكم تدعموه كده باللايك والشير، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده، ومع الف سلامه حبايبي.